ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير يا رب. ان شاء الله النهاردة جايبة كده ايه شوية عادات اتمنى ان هي تعجبكم. آه انا معايا النهاردة 6 عادات. الحقيقة انا كاتبة 6 عادات، ورغم ان اللي انا هقوله ده هي العادة رقم 4، لكن انا حابة ابتدي بيها الفيديو النهاردة. انا بتكلم النهاردة عن انه طبعا كلنا بنشعر باليأس والاحباط. فاللي انا جايه اقول لك عليه النهارده: تقبل الامر وتعامل بصرف النظر انت حاسس بايه. هي دي العاده اللي انا بتكلم عنها دلوقتي. تقبل الامر وتعامل بصرف النظر انت حاسس بايه. بس ما قبل ما اكمل، ما تنساش اللايك والشير وسبسكرايب، دوس على زرار الجرس علشان توصلك كل الفيديوهات الجديده. انا بطلب منك بشكل واضح وصريح: تجاهل شعور اليأس تماما. انا عارفه ان هي حاجه صعبه، بس الكلام ده انا بقوله لنفسي قبل ما اكون بقوله لاي حد. تجاهل تماما اي شعور باليأس، كأنه مش موجود. اتصرف عادي. انا عارفه انه موضوع صعب، لكن اذا تحديت نفسك كل مره هتنجح. يعني مثلا افترض ان انت بتشتغل مندوب مبيعات وبقالك كتير جدا عمال تهاتي، لكن مش قادر تحقق التارجت بتاعك. خلاص، انا بقول لك حاول تاني بصرف النظر عن اليأس اللي جواك. حاول مرة تانية وتالتة ورابعة وهتنجح. لو عايزين اقول لك الموضوع ده بصيغة تانية هقولها لك: ان التفاؤل ليس شرطا للنجاح. تاني تاني، التفاؤل ليس شرطا للنجاح. انت الناجح والمتفائل والمتشائم لديهم نفس فرص النجاح، بنفس القدر وبنفس النسبة. ما تصدقش حد يقول لك قانون الجذب، ما تصدقش حد يقول لك ان الشعور الجيد يجلب النجاح. لا، عادي جدا، عادي جدا. اليائس ممكن ينجح والمتفائل ممكن ينجح بنفس النسبة. الاتنين ممكن ينجحوا بنفس النسبة. النجاح ملوش اي قواعد. النجاح ملوش قواعد غير ان ربنا عايز كده. مالكش دعوة، النجاح جاي جاي. كل اللي انت محتاج تعمله انك تستمر. الاستمرارية. العادة رقم 2: بصرف النظر عن اليأس اللي انت بتشعر بيه، احرص على الحمد والشكر لربنا. افضل كلمة ممكن تقولها، افضل دعاء ممكن تدعي بيه ربنا هو كلمة الحمد لله. كنت بقول لكم في العادة الاولانية انه بصرف النظر عن اليأس اتصرف، وكذلك بصرف النظر عن اليأس اللي انت حاسس بيه احمد ربنا. قول الحمد لله. كل شيء يخطر على بالك احمد ربنا عليه. اي حاجة، مرتبك، صحتك، عيلتك، والله يعني لو في جيبك جنيه قول الحمد لله. بصرف النظر ان انت يائس، بصرف النظر ان انت قلبك حزين، بصرف النظر انت حياتك ملخبطه، بصرف النظر عن اي حاجه، تجاهل كل ده واستمر على كلمه الحمد لله في كل حالاتك، لان ده الصح. احنا لازم نعمل الصح مهما كان شعورنا. حتى لو ما حسيتش من قلبك انك فرحان او مبسوط، صدقني احسن دعاء تدعي بيه ربنا هي كلمة الحمد لله. حتى لو مش مقتنع باللي انا بقوله ده، نفذ. بس لازم تنفذ. انت عارف من قلبك ان انا بتكلم صح. ودي قايمة بأمثلة للحاجات اللي ممكن تشكر ربنا عليها. طبعا انا قلت الحمد لله على الصحة، الحمد لله على التعليم او الشهادة اللي معاك، الحمد لله على نعمة راحة البال، على الاطمئنان، الحمد لله على الجبنة او الجرجير اللي معايا اللي انا باكله، الحمد لله. الحمد لله بصرف النظر عن المآسي اللي واجهتني في الماضي. الحمد لله حتى على الحزن. الحمد لله حتى لو كان الحزن مالي قلبك. الحمد لله على نعمة، الحمد لله. الحمد لله على العيلة، ولو لوحدك برضو هتقول الحمد لله. الاهتمام بنظافة القدم وغسل الأسنان. جماعة انتوا عارفين لو غسلتوا الرجلين ورشيتوا سبراي بين الأصابع هتحسوا بمدى الانتعاش اللي بيبقى موجود في الدماغ بتبقى عاملة ازاي. انا اكاد اجزم انه اكيد في عصب او حاجة بتوصل بين الاصابع والدماغ مباشر، لان بمجرد ما هتنضفي الصابع القدم كويس، راقبي دماغك كويس، هتحسي انك فوقتك وانك منتعشة. جربوها وهتدعولي. وانا بقول القدم لانه اغلبنا بيعملها، وان شاء الله لانه اغلبنا، بقول القدم لانه اغلبنا بيهملها،
وان شاء الله باذن الله هبقى اعمل لكم فيديو عن المنتجات تجربوها للقدم، هايله وجميله ان شاء الله. اذا كنت من الاشخاص اللي بيسهروا ممكن تبقى شخص مسائي. يعني بدل ما تقوم الصبح، احنا طبعا كلنا بنقول ان الاستيقاظ مبكرا دي عادة فولاذية ومفيش زيها وكده، بس ممكن لو انت حابب المساء ممكن تبقى عادة فولاذية، مفيش مشكلة. اسهر لتحقيق هدفك، يعني يخليك شخص مسائي مفيش مشكلة. انا مثلا شغلي بيجبرني ان انا اصحى بدري، لكني لقيت نفسي بحب السهر مؤخرا، فبسهر اخلص شغل مثلا، عندي حاجة على السوشيال ميديا. وانا انصحك بقراءة كتاب اصنع وقتا اكتر من المتاح للتحول، اذا كنت عايز تبقى شخص صباحي او اذا كنت عايز تبقى شخص مسائي زي ما تحب. ممكن اعمل لكم فيديو عن الموضوع ده لو حابين، اكتبوا لي في الكومنتس. التغلب على إلهاء السوشيال ميديا. آه، انت مثلا بتذاكر او عندك مشروع شغال عليه. بصوا، طبعا احنا كلنا لما بنبقى عندنا حاجة مشغولين بيها مثلا او كده، آه، بيبقى الموبايل جنبنا، كل شوية بنتلهي، بناخد الموبايل نقعد ندور عليه ومش عارفة ايه وكده. بيخطر على بالنا نسرش على حاجة معينة، طبعا نفتح صفحة الفيسبوك، طب مش عارف ايه. بصوا، في كده تip انا قريتها في الكتاب اصنع وقتا اكتر من المتاح، بحيث انك تبعد عن الالهاء السوشيال ميديا وانت شغال على مشروع معين. يعني خلي جنبك ورقة وقلم، كل ما يخطر على بالك حاجة تسرش عليها على الانترنت اكتبها في الورقة والقلم ده. كل ما يخطر على بالك اي حاجة عايز تدور عليها، سجل بالورقة، في الورقة بالورقة والقلم اللي انت عايزه. ولما تخلص من مشروعك او الحاجة اللي انت شغال عليها، ابقى ادخل على الانترنت، يعني دور على الحاجة اللي انت عايز تدور عليها. وكنت عملت لكم فيديو عن كيفية التغلب على إلهاء السوشيال ميديا، هسيب لكم اللينك في الوصف. قراءة من الحاجات المفيدة وبتلهي الدماغ بحاجة يعني مفيدة. الحاجات اللي بتشغل الدماغ في حتت يعني مفيدة، هتلهيك شوية عن احساسك بالحزن. لو كنت حزين صدقني نص ساعة اللي هتقضيها في القراءة على الاقل هتقدر على اقل تقدير هتشغلك وتبعد تفكيرك عن الحاجات اللي موتراك. بتفتح افكار في الدماغ، تخلي حياتك اسهل، او حتى تستمتع لمدة نص ساعة او اكتر على حسب الوقت اللي انت مخصصه للقراية. لانه القراءة فيها متعة. يا سلام بقى لو عملتها مع مشروبك المفضل كده في الشتاء اللي احنا فيه ده. المقصود من ده انك تخصص وقت لنفسك بتاعك، تعمل فيه اللي انت عايزه، مش لازم القراءة بالتحديد. ولو انت متحبش القراءة مش مشكلة، لكن صدقني القراءة حاجة كويسة وفايتك كتير لو ما قريتش. لكن اللي اقصده انك تخصص وقت لنفسك بتاعك انت وبس. دي اقتراحات لكتب حلوة جدا. العادات السبع للناس الأكثر فاعلية، فن اللامبالاة، علاقات خطرة، لغة الجسد، البحث عن الذات لأنور السادات، من أروع الكتب اللي ممكن تقراها في حياتك.